بعد حبيبتي ويا روحي بقى فين فردة الشراب يا ست هانم؟ لو انت الصادقه من بعد حبيبي وقلبي بقى فين المصروف يا بيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الستات المنافسنة وعلى كل الرجاله اللي نفسنا، وربنا يجعل حياتكم كلها سعادة ولا يجعلها أبدا يا رب سادة، ويجعل فرجتكم علينا أحلى عادة، ويا رب دايما المشتركين واللايكات في الزياده. ماشي. المشتركين واللايكات فين؟ زيادة. بمناسبه الكلام ده يعني اللي شاف الفيديو تنزل تحط. كان خلص اليوم ده طيب؟ لا استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. ما علينا. المهم يا جماعه اللي شاف الفيديو ينزل برضو يعمل لايك واشتراك في القناه. سيبكم مننا يعني، ينزل يعمل عبيطة ولا لايك للفيديو واشتراك في الفيديو واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس بتاع فسحه ويعمل حاجات اي حاجه يعني حسسونا بوجودكم يعني. المهم حل الفزورة بتاعت امبارح كان ايه؟ حل الفزوره بتاعت امبارح كان ايه؟ انا بسأل على فكرة، انا بقول لك انت قول. انا اللي كنت قايل الفزوره، انت اللي تجاوبي. عائلة الحاج متولي. الحمد لله عائله الحاج متولي. الفزوره بقى بتاعت النهارده امتدادا للموضوع. ده احنا دخلنا فيها على طول. ماشي. امتدادا للموضوع. يعني ايه امتدادا للموضوع؟ يعني اللي مثل في عائله الحاج متولي ده الابن. فالابن مشى على مسيره ابوه فعمل اللي مثل في عائله الحاج متولي الابن. اللي مثل في عائله الحاج متولي الابن. فعمل مسلسل شبيه لابوه. طب فسر اكتر. نفسر اكتر. كان في جمله طبعا في عائله الحاج متولي، ولما هو راح له هناك وقال له يا ابني ما تعملش ايه زي بس هو بص له وسكت. فبقول له انت مش بتحب المرأة؟ قال له طبعا بحب المرأة، بس هو سكت الاول. فعرفت انا بعدها بقى لما هو عمل المسلسل ده هو سكت ليه؟ ما كانش مقتنع بالكلام اللي حسيت بيه. طبعا احنا رجاله نفهم نحس ببعض. حسيت بيه. طبعا احنا الاسبوع ده بنقعد مع بعض كتير قوي بعد ما بنخلص الفيديو. تصفيه حسابات. الله يسهل لك الحاجه. ماشي. طيب فسر اكتر من كده. كان في جمله شهيره قوي في المسلسل ده. كان يقول ايه؟ لا كانت تقول ايه؟ احبوش. هي يرد عليها يقول لها ايه؟ احبيه. اظن كده يعني ايه؟ فسرت نفسها. كله كده عرف ايه؟ الفزوره المسلسل بس.